بس يا ريت الكاميرا تصور البياره. صور البياره. احنا واصلين يا فندم هنا بحفر خوازيق، واصلين 24 متر تحت. معموله بطريقه هندسيه بحيث ان تضمن وقت تنفيذ البياره وحفرها ما يحصلش تاثير لا على الطريق ولا على اي مبنى من المباني المجاوره. وبنعمل فوق يا فندم، شايف حضرتك الكاميرا دي الهامه دي مجرد بتربط الخوازيق من فوق، وهيتعمل هامه ثانيه تحت. عمل صعب جدا وشاق. المشكله كمان ان احنا ما كناش بنقدر نحدد منسوب التنفيذ هنا في البياره الا بعد نهو الاعمال الخارجيه عشان اعرف المنسوب طبقا للتعرضات. طب انا عاوز بس نوضح في البدايه احنا موجودين. انا يعني خليني، انا جاي النهارده رغم ان انا جينا قبل كده عشان اوضح للناس ونبين لهم اهل اسكندريه طبعا لما شافوا النوه بتاعت امبارح الفجر وشافوا بعض الشوارع فيها ميه في سموحه فقال لك المشروع فاشل، المشروع ما نجحش، وهم ما يعرفوش المشروع اصلا لسه ما اشتغلش. احنا بنخلص الرصف كله وبعد كده بنشتغل بقى في البياره الكبيره اللي بعمق 24 متر، وبعد كده المضخات تقريبا او الطلمبات اللي هي هترفع الميه. فاتمنى يعني ايه الدكتور وليد جامعه اسكندريه اللي بيتعب معانا على طول يعني يوضح لاهلنا في اسكندريه خاصه الناس اللي مش عارفه او مش فاهمه اللي بيحصل ايه. شغال ازاي؟ نتكلم على خوازيق محطوطه بمسطح 22 في 22. نتكلم على بياره يعني ابعادها الخارجيه او مساحتها تتجاوز 450 متر مسطح، عماره كبيره اصلا لو بنيها فوق الارض تاخد وقت كبير. ده الجزء اللي كنا ساكن عليه في الرصف ده حوالي 1200 متر مكعب غير عنبر الطرقات اللي اكبر منه عشان يستوعب التصرفات الكبيره بالميه. هنتكلم على طرمبات 1200. هل ال 1200 1200 لتر ثانيه ان شاء الله مناسبين.